هسألك سؤال ويمكن السؤال ده يضايقك شوية، بس أنا متأكد لو جاوبت على السؤال ده بصراحة في حاجات كتيرة أوي في حياتك هتفهمها ولأول مرة. ليه كل مرة تروح للشخص اللي يوجعك؟ ليه الشخص اللي بيأذيك أو اللي بيتلاعب بأعصابك أو زي ما بنقول عليه توكسيك هو ده أكتر شخص بتتعلق بيه؟ وعلى الناحية التانية لو في شخص بيعاملك باحترام، بيقدرك، بيحترمك، يعني شخص كويس أوي معاك، تحس إن هو كويس يعني، بس يعني حاسس إن مفيش ما بيننا حاجة، أو الجملة المشهورة أو اللي إحنا بنقولها مش عارف، حاسس ان مفيش ما بيننا كيمياء. يا عم سيب الكيمياء بقى في حالها. بس استنى، قبل ما اقول لك السبب الحقيقي خليني اقول لك السبب اللي مش صح، وهو ده اللي انت فاكره عن نفسك. الموضوع مش لانك انت فيك حاجه مش مظبوطه او انك انت بتحب وجع الدماغ او يعني زي ما الناس كده ما بتقول يعني بتعشق الدراما. الحكايه اكبر من كده بكتير. في حاجه جهازك العصبي حفظها من وانت طفل صغير ولسه لحد النهارده بيعملها معاك وفاكر ان هو كده بيحميك، بس الحقيقه هي اللي بتوجعك ولسه لحد النهارده هي اللي بتسوق اختياراتك من وراك. لا ده الاغرب بقى يا سيدي ان نفس الحاجه دي هي نفس الفكره اللي بتخلي ملايين من الناس يدمنوا القمار. في جلستي معاك النهارده هنفك اللغز ده مع بعض سوا، وهرجع معاك لاول مره بدا معاك فيه، وساعتها بس هتفهم ليه قلبك بيختار الشخص اللي بيوجعك وكأن هو كده بيعمل الصح. بعدين برضه في جلستنا، وده طبعا هو اللي بالنسبه لي اهم بكتير جدا، هشتغل معاك خطوه بخطوه بانك انت ازاي تطلع بقى من الدوامه العلاقات المؤذيه والعلاقات السامه دي، والاهم انك انت تتحرر وتتعافى من انماط التعلق المرضي بتمارين عمليه نفسيه تقدر تبتدي بيها من النهارده. وانا بنفسي اللي طلعت لك من اهم واكبر الكتب والابحاث في علم النفس اللي بتتكلم عن العلاقات وانماط التعلق والعلاقات المؤذيه والسامه. يعني اهو مش حرمك من اي حاجه يا سيدي، اكنك قاعد بالظبط في جلسه علاج نفسي. طمنا عليك يا سيدي وعلى صحتك النفسيه. خد بالك وحشنا قوي من ساعه اخر جلسه كنا فيها مع بعض. تعال اقعد كده واستريح بقى جنب صاحبك الثيرابي، علشان انا متاكد ان احنا في جلستنا النهارده مع بعض هنبص لحاجات كتيره قوي في حياتك وخاصه في علاقاتك مع الناس بطريقه مختلفه تماما. وبالمناسبه لو مستني مني ان انا اقول لك بقى كلام تحفيزي وحب نفسك والكلام ده، فانت غالبا هتتعب معايا شويه يا سيدي. مش علشان والله عاوزه اصعبها عليك، لكن علشان احنا مش جايين نحط النهارده لزقه على الوجع، احنا جايين النهارده نفهم الوجع ده جه منين اصلا، ولما هنفهم هتعرف تطلع منه وتتعافى وتتحرر من العلاقات المؤذيه ومن التعلق المرضي، مش بالكلام ومش بالتحفيز، لكن بتمارين عمليه نفسيه نمشي بيها سوا مع بعض في جلستنا النهارده. فقهوتك كده وشايك عشان نبتدي جلستنا على رواقه. بص يا سيدي، في ناس كتيره قوي دلوقتي بتتفرج علينا وفي سؤال هي عاوزه تساله بس خايفه تساله لنفسها: انا اسيب ولا اكمل؟ لا، لو مستني مني ان انا اقول لك سيب او كمل فمعلش يا سيدي هبوظ لك المفاجاه بدري، لان القرار ده اكبر بكتير قوي من اي حد ياخده لك كده في فيديو ببساطه ولا عارف ايه اللي حصل ما بينكم، ولا حتى كمان اي حد ينفع تحكي له كده كام موقف يعني حصل فيقول لك خد قرار. انا مش هقول لك تعمل ايه، انا هخليك في اخر جلستنا تعرف انت تعمل ايه، علشان القرار يكون طالع منك انت، مش من خوف ولا من تعلق ولا من لحظات انفعال. بس اول حاجه كده بس محتاجين ان احنا نعملها سوا، ان احنا نبطل حاجه بقت تتقال كتير قوي على اي حاجه: علاقه سامه. صراحه يعني الكلمه دي بقت رخمه قوي، يعني اي خلاف او اي زعل او اي اختلاف بينا نقول ايه؟ اكيد دي علاقه سامه. استنى يا سيدي، الموضوع اكبر من كده بكتير قوي، لان بدل ما تسال نفسك هو انا موجود في علاقه سامه، لا، اسال نفسك انا في العلاقه دي انا حاسس ان انا بتعامل كانسان ليا قيمه، حاسس ان هو الشخص ده بيعاملني ان انا مهم في حياته، بيعاملني باحترام، بيعاملني بتقدير، ولا حاسس ان انا كل شويه مضطر ان انا ادافع عن نفسي؟ يعني لما بتختلفوا سوا هل بيبقى لسه الاحترام والتقدير موجود ما بينكم، ولا اول لما يبتدي بقى الخلاف بيبتدي بقى التلقيح بتاع السوشيال ميديا للستوريهات والبوستات والكلام التافه ده والكلام اللي يكسرك من جوه؟ لان الخلاف موجود في اي علاقه، ما فيش علاقه في الدنيا ما فيهاش مشاكل، وده اللي انا بقوله لك، لان في فرق كبير جدا ما بين واحد مختلف معاك وواحد يحسسك انك اقل منه، وده فرق كبير جدا. بالمناسبه يا سيدي خليني اقول لك يعني ان علماء النفس المتخصصين في العلاقات يقول لك ان دي اكتر حاجه تعرفك ان العلاقه اللي انت موجود فيها دي علاقه صحيه
ولا علاقه توكسيك؟ لو بتقول لي دلوقتي للاسف هو ده اللي بيحصل لي، انا موجود في علاقه توكسيك، موجود في علاقه بتاذي فيها قوي، مش ما بتعاملش باحترام، ما بتعاملش بتقدير، ما تخافش ومش عاوزه تاخد قرار دلوقتي لان احنا لسه في اول جلستنا. انا بس عايزك تشيل السؤال ده معاك ونكمل، لان في حاجه مهمه جدا عاوز اقولها لك قبل ما نكمل جلستنا مع بعض. لازم تعرف ان جلستنا النهارده عن العلاقات المتعبه، العلاقات المؤذيه، علاقه مع شخص بيتلاعب بيك لكن تبان من بره ان هي علاقه كويسه وانك انت مش بتتاذي. اما لو انت في علاقه فيها عنف او تهديد او خوف او اي حد بيأذيك، فطبعا الكلام ده طبعا مش حل يعني. وساعتها اسال نفسك سؤال واحد ورد غطاها: هل انت في العلاقه دي حاسس بالامان؟ لو الاجابه لا، اوعى تفكر مرتين انك انت ازاي تصلح العلاقه دي، فكر دلوقتي ازاي تحمي نفسك من العلاقه دي، لان كرامتك وسلامتك النفسيه اهم من اي علاقه في الدنيا. لو اضطريت تمشي امشي، امشي وما تبصش وراك. وعلى فكره ده مش هروب ومش ضعف منك، ده هيكون اقوى قرار هتاخده في حياتك. طيب يا سيدي ركز بقى معايا دلوقتي، لان في سؤال انت بتساله لي دلوقتي: ليه مع ان في علاقه بتوجعنا بنفضل ماسكين فيها، بنفضل متعلقين بيها؟ وليه في ناس تانية كل ما العلاقه ما تكون متعبه اكتر وتكون مؤذيه اكتر بيتعلقوا اكتر؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نرجع لاول علاقه حب في حياتك، ولا مش اول حبيب ولا اول حبيبه، مش قصدي خالص على العلاقه البنت اللي انت كنت تعرفها وانت في ابتدائي وبتكتب لي اسمها في الكشكول يعني. انا بتكلم على علاقه ابتدت معاك اقدم من كده بسنين، وهناك هتبتدي تفهم كل حاجه. انت متخيل ان الطريقه اللي انت بتبني بيها علاقاتك مع الناس او الطريقه اللي انت بتحب بيها الناس النهارده ما كانتش بدات على فكره اول لما دخلت اول علاقه، لا دي بدات من وانت طفل صغير. وهو ده بالظبط السؤال اللي شغل الدكتور النفساني جون بولبي. فضل يدور على اجابه سؤال واحد بس: ليه في اطفال اول لما مثلا يخافوا من اي حاجه يجروا على طول على ماماتهم او باباهم يعني، وليه في اطفال تانية يتصرفوا بشكل مختلف؟ واكتشف حاجه بسيطة جدا لكن غيرت فهمنا عن العلاقات كلها: ان احنا لما بنتولد جهازنا العصبي بيكون متبرمج على ان هو يدور على القرب، يدور على الشخص اللي هو بيحس معاه بالامان. ده بالنسبة لنا بيكون نظام النجاة والبقاء. تخيل طفل صغير وقع على الارض، اول حاجة هيعملها ايه؟ هيبص حواليه يدور على الشخص اللي بيحس معاه بالامان، لان بالنسبه للطفل القرب والامان معناه الحياه. ومن هنا اتعلمنا ان احنا نخاف من الهجر، نخاف من الوحده، نخاف من ان حد يسيبنا. لكن القصه ما وقفتش لحد هنا، لا ده باحثه اسمها ماري انسورث كملت اللي بدأوا بوبلي، واكتشفت ان الاطفال مش كلهم بيتعاملوا مع القرب بنفس الطريقه، كل طفل بيتعامل بنفس الاسلوب اللي اتربى عليه وهو صغير. المفاجاه يا سيدي ان الاسلوب ده مش بس بيفضل معانا في الطفوله، لا بيكبر معانا كمان، بيبقى عامل بالظبط زي الخريطه بنشوف بيها الحب، بنشوف بيها الامان، بنشوف بيها الناس، بنفسر بيها علاقاتنا مع الناس. يعني ببساطه الطريقه اللي انت اتعلمت بيها الحب وانت صغير، الطريقه اللي انت اتعاملت بيها وانت صغير، هي غالبا نفس الطريقه اللي انت بتتعامل بيها دلوقتي في علاقاتك مع الناس، هي نفس الطريقه اللي انت بتتعامل بيها وانت كبير، هي نفس الطريقه اللي انت بتحب بيها او بتكون بيها علاقاتك دلوقتي وانت كبير. بس استنى يا سيدي، قبل ما اقول لك انماط التعلق، يعني ببساطه قبل ما اقول لك انت ازاي بتتصرف اول لما تدخل اي علاقه، عايزك تاخد بالك من غلطه بقيت اشوفها بجد منتشره جدا على السوشيال ميديا. تلاقي حد بيقول لك في فيديو ايه: اعمل الاختبار النفسي ده وفي دقيقه هتعرف نمطك ايه، او جاوب على ال5 اسئله دول وهتعرف انت في علاقه سامه ولا لا. يا ريت يا سيدي الموضوع كان بالسهوله دي، لان انماط التعلق بتكون اكبر من كده بكتير، وما ينفعش تعمل لي اختبار من فيديو يبتدي ان هو يقول لك انت عندك تعلق مرضي ولا لا. ولان كمان النمط هو ما بيكونش حاجه ثابته في جميع العلاقات، لا ممكن يختلف من علاقه للتانيه. ان ممكن ببساطه انت ممكن تكون مطمن مع صاحبك، لكن في علاقه حب تتفاجئ بنفسك وتلاقي ردود افعال وتصرفات عمرك ما شفتها. ومتاكد يا سيدي ان في صوت جواك دلوقتي بيقول لي: طب هو انا اعرف نمطي منين في علاقاتي؟ حلو جدا، لان ده معناه انك انت مش مستعجل انك انت تحكم على نفسك، وهو ده اللي انا عاوزه منك. تعالى نعمل حاجه ابسط من كده بكتير، عاوزك تجاوبني على السؤالين دول بينك وبين نفسك. السؤال الاول: لما شخص انت بتحبه يتاخر عليك في الرد، او تحس مثلا ان هو اتغير عليك شويه، هل دماغك بتروح على طول لأسوأ احتمال؟ اكيد ده زهق مني، اكيد ده هيسيبني، اكيد انا عملت حاجه غلط؟ لو الاجابه
فانت غالبا هتكون من الناس اللي اول لما تحب حد بتخاف قوي ان هي تخسره، بتكون محتاج دايما انك انت تطمن كل شويه ان هو لسه معاك. وهو ده بالظبط اللي بنسميه في علم النفس نمط القلق. عاوزك تاخد بالك قوي من اسم النمط ده علشان لو عندك تعرف تعمل ايه وتعرف ازاي تتصرف معاه عشان تتحرر وتتعافى منه. السؤال التالي، لما تلاقي حد ابتدى ان هو يقرب منك، لما العلاقه تبدا ان هي تكون جد ويبقى الشخص ده ابتدى ان هو يكون جزء كبير من يومك، هل بتلاقي نفسك فجاه انك انت ابتديت تحس انك انت عاوز تبعد شويه، فتبتدي انك انت تقلل الكلام او ترد متاخر او تتحجج له باي حاجه عشان تقعد لوحدك شويه، او تقول انا محتاج بس اقعد مع نفسي شويه، خلينا نبعد يومين، خلينا ناخد بريك؟ لو لقيت نفسك انك انت بتعمل كده كتير في معظم علاقاتك، غالبا ان بيكون اول رد فعل عندك انك انت بتبعد لما حد بيبتدي يقرب منك. وده اللي بنسميه في علم النفس النمط المتجنب. برضه خلي بالك من اسم النمط ده عشان لو طلع انت تعرف تتصرف ازاي. فدلوقتي لو انت لقيت نفسك انك انت دايما بتكون خايف من ان الشخص اللي انت بتحبه يبعد عنك او يسيبك، فتبتدي انك انت تتمسك بيه اكتر وتتعلق بيه اكتر، ده اللي بنسميه نمط القلق. اما لو العكس، كل ما الشخص يقرب منك اكتر تروح انت تقلل قربك منه وتبعد عنه، فده طبعا اللي بنسميه نمط المتجنب. في شخص بقى اللي انا بسميه معلم، برنس، واد رايق كده، اللي هو الشخص لما بيقرب من الناس مش بيخاف قوي ان هم يسيبوه، مش بيقلق كل شويه لو حد مثلا اتاخر عليه في الرد او حس ان هو اتغير عليه. والشخص ده بنسميه في علم النفس نمط الامن، بيكون واقف كده على راس المثلث، يجي هو ده نمط القلق وده نمط المتجنب. فهو ده طبعا الشخصيه الصحيه. الشخص ده القرب بيريحه، ولو حصل بعد بسيط او زعل او تاخير ما بيلاقش خالص وما بيحسش يعني الدنيا انتهت. وده مش معناه يا سيدي ان الشخص ده عاش طفوله كلها ورد وفراشات، لكن بنسبه كبيره وهو كبير لقى حد يحسسه بالامان. لو لقيت نفسك انك انت طول الوقت مستني ان حد يحبك، ولما تلاقي حد ابتدى فعلا بجد يقرب منك ويحبك، تلاقيك مره واحده تخاف وتحس انك انت عاوز تبعد، ويبقى جواك صوتين، صوت يقول لك قرب وصوت يقول لك اوعى. مش عاوزك تستعجل وتحكم على نفسك، انا بس عاوزك دلوقتي تفتكر بس كويس ايه هو اكتر نمط حسيت ان هو شبهك، حسيت انك انت بتعمل كده في معظم علاقاتك دلوقتي. مش علشان تقول انا كده وخلاص، لا، علشان من هنا ولحد اخر جلستنا كل كلمه هقولها هتكون ليك انت بالذات. وده اللي هيخلينا نسال دلوقتي سؤال مهم جدا، ليه دايما بننجذب للشخص اللي بيوجعنا او اللي بيأذينا؟ ليه في ناس كل مره تقع في نفس نوع العلاقات؟ ليه الشخص اللي هو بيخاف ان هو يتساب غالبا بينجذب للشخص اللي بيبعد؟ ولو كل واحد فيهم بيتوجع من التاني، ليه بيفضلوا متمسكين ببعض او بيرجعوا لبعض دايما؟ طب تعالى بقى اوريك مشهد هيفهمك كل حاجه، وصدقني المشهد ده بيتكرر كل يوم في كتير من العلاقات. مش عاوزك تتفرج عليه، لا، انا عاوزك تشوفه عشان لو كنت عشته قبل كده. فاكر البنت اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شويه، الاول لما بتحب حد بتخاف تخسره، بتخاف يبعد عنها؟ اهي البنت دي بتحب حد جدا، بعتت له دلوقتي رساله، شافها بس ما ردش. 5 دقايق، 10، نص ساعة، ساعة. في الأول قالت يمكن مشغول، وبعدين يمكن ما شافهاش، وبعدها بدأ صوت تاني يتكلم. هو أنا قلت حاجة ضايقته؟ هو زهق مني؟ أكيد هيسيبني. وفجأة تلاقيها فتحت الشات وعمالة دلوقتي بتقرأ الرسالة مرة واثنين وثلاثة. يمكن كتبت حاجة غلط، أو يمكن ما بعتتش إيموجي، يمكن كان مفروض ما تبعتش أصلا. شوية تقرر تبعت رسالة تانية، أنت كويس؟ وبرضه ما فيش رد. تبعت بعدها رسالة تانية، هو أنا عملت لك حاجة زعلتك؟ بس برضه مفيش رد منه. طبعا ممكن يكون رد فعلها تلقائيا، يمكن تتصل، يمكن تزعل، يمكن مثلا تهدده ان هي هتسيبه، بس هي من جواها كل اللي نفسها فيه ان هو يطمنها. تعالى بقى دلوقتي نشوف ايه اللي بيحصل الناحيه الثانيه، نشوف الواد الكارف ده ما بيردش ليه. اما بقى هو فاكر الراجل اللي انا حكيت لك عليه من شويه، لما بيلاقي حد ابتدى ان هو يقرب منه، ولما بيلاقي العلاقه ابتدت ان هي تبقى جد، بيخاف قوي وابتدي ان هو يبعد شويه. فطبعا بالنسبه له كل رساله هي بتبعتها له بيكون ضغط زياده عليه، ويقول بينه وبين نفسه هي مستعجله على ايه؟ انا محتاج اقعد مع نفسي شويه. فيقرر ويقول هرد بعدين، لكن بعدين ما بتجيش، او يمكن ما يردش خالص دلوقتي. بس كل ما هي تبعت اكتر هو يبعد اكتر، هي تقرب هو يبعد، هي تقلق هو يبعد اكتر، هي تتمسك بيه وتتعلق بيه وهو يختفي. شاف اللي حصل ما بينهم؟ ولا واحد فيهم كان ناوي يوجع التاني، لكن كل واحد فيهم اتصرف بنفس الطريقه اللي جهازه العصبي اتعلمها وهو صغير. كل واحد فيهم كان بيحارب خوف قديم اتعلمه زمان، وفي الاخر طبعا كل واحد بيأكد للتاني اسوأ خوف جواه. هي كل مرة بيبعد بتتأكد جواها ان الناس اللي هي بتحبها هتمشي وهتسيبها، وهو كل ما هي تقرب منه اكتر يتأكد جواه لو
فضل يقرب هيفقد حريته، فيبتدي ان هو يهرب ويتجنب. وده يا سيدي مش مجرد خناقه او سوء تفاهم حصلت ما بينهم، لا ده اسم مشهد موجود في علم النفس اسمه رأسة القلق والتجنب. والله اسمه كده، اسمه رأسة القلق والتجنب، لان كل واحد فيهم من غير ما يقصد بيخلي خوف التاني يكبر. بس استنى يا سيدي، لان في سؤال دلوقتي عمال يلف في دماغك. لو العلاقه بالشكل ده وكل واحد فيهم بيتوجع، ليه بيفضلوا متمسكين ببعض؟ ليه كل واحد عارف ان هو بيتكسر كل يوم ومع ذلك مش قادر يمشي؟ والسؤال ده هو تقريبا نفس السؤال اللي بدأنا بيه جلستنا. ليه اللي بيحصل في العلاقات ده بيكون عامل بالظبط زي الإدمان؟ ليه الشخص اللي بيوجعنا بيكون أصعب شخص ننساه؟ ليه بنفضل في علاقة بتدينا حنية واهتمام وتقدير واحترام مرة كل 10 مرات؟ وليه ساعات لما شخص يعاملنا بكل تقدير وحب ما بنحسش ناحيته نفس التعلق؟ هقول لك ليه يا سيدي، لأن ده هيفسر لك معظم علاقاتك حاليا. التعزيز المتقطع مصطلح مهم جدا في علم النفس، مالكش دعوه باسم المصطلح، خليني افهمك ببساطه جدا. يعني تخيل كل مره تيجي تذاكر ابوك يديك 100 جنيه، ايه ما بدكش؟ لا انت لازم تقعد معاه وتقول له يا حاج انت لازم تديني مكافاه يعني واحنا بنذاكر. المهم تيجي تذاكر كل مره ابوك يجي يديك 100 جنيه، بعد اسبوع تتبسط، بعد شهر تتعود، وبعد فترة هتحس ان المكافأة ما بقتش تفرحك زي اول مرة. لكن تخيل بقى لو هو مثلا ساعات يديك وساعات لا، ساعات يديك مبلغ اكبر وساعات ما يدكش خالص، ايه اللي هيحصل؟ غالبا هتقول لنفسك يمكن هيديني المرة الجاية، يمكن يديني النهارده، يمكن المره دي. هو ده بالظبط اللي بيحصل في لعبه القمار. السر هنا يا سيدي ان الناس مش بتدمن القمار عشان هي بتكسب من وراه فلوس، هم بيدمنوا القمار عشان مش بيكسبوا كل مره. عشان لو كان هم فضلوا يكسبوا كل مره من القمار خلاص الموضوع هيفقد اثارته بسرعه، محدش ابدا هيكون عنده الفضول ان هو يلعب لانه خلاص عارف ان هو كده كده هيكسب. لكن اللي بيخلي ادمان القمار قوي جدا انك انت مش عارف هتكسب امتى، مره تكسب و10 تخسر، لكن مخك بيفضل متعلق جدا بالمره الوحيده اللي انت بتكسب فيها. يفضل يلح على الشخص اللي هو مدمن القمار ويقول له يمكن المره الجايه تكسب، العب بس العب، ودايما هيخلي عنده ادمان وفضول ان هو يفضل يلعب. وده يعتبر من اخطر قوانين الموجوده في علم النفس الاسود. مش عارف ينفع اقول كده ولا لا. القانون ده بيقول انك انت لو اديت مكافاه لحد كل مره هيبتدي ان هو يزهق، انما لو اديت المكافاه ساعات وساعات لا وخليته ما يعرفش امتى المكافاه ياخدها، ده هيخليه يتعلق بيك اكتر. واللي كتير ما يعرفوش ان الناس التوكسيك في العلاقات المؤذيه بيكونوا شغالين بالمبدا ده، شويه اهتمام وحنيه وشويه لا. وهنا خليني اربط لك كل الخيوط ببعض. العلاقه التوكسيك اللي هي المؤذيه هي بتشتغل بنفس الطريقه، مش كل يوم برود ولا كل يوم حنيه، مره يختفي ومره يرجع، مره يحسسك انك اغلى شخص في الدنيا عنده وتحس ان اخيرا ان كل حاجه بقت تمام، بعدين يحسسك انك انت ولا اكنك موجود في حياته، فتفضل طبعا محتار هو بيحبني ولا لا. وفجأة بعد أيام من البرود تلاقيه بعت لك رسالة أو يكلمك باهتمام أو يقول لك كلمة حلوة كنت بقالك كتير مستنيها إنك أنت تسمعها منه. وفي اللحظة دي أول لما يعمل لك كده تحس إن كل الوجع اللي هو خلاك تعيش فيه اختفى، وتقول لنفسك أهو ده أنا كنت فاهمة غلط، ظلمت الراجل، أهو طلع بيحبني، هو بس كان مضغوط شويتين. لكن اللي حصل في اللحظة دي إن مخك خد جرعة صغيرة من الاهتمام والأمل إن العلاقة هتكون كويسة. عارف كأن حد عطشان جدا وشرب شفطة مية، وخد بالك الجرعة الصغيرة دي كفيلة جدا ان هي تخليك تستحمل وجع جديد وتخليك تقول لنفسك استحمل شوية كمان وتستنى الجرعة اللي بعدها. وعلشان كده هو ده اللي بيخلي ناس كتير تكون مفكرة ان هي متعلقة بالشخص نفسه، لكن في الحقيقة هي متعلقة بشوية الاهتمام، متعلقة بشوية اللحظات القليلة الحلوة اللي بتيجي بعد وجع كبير. وهنا فعلا نقدر نقول ان الشخص ده واقع في علاقة سامة، وده على فكرة من اخطر الفخاخ اللي يعني ممكن اي انسان يقع فيها. هتقولي يعني ايه؟ يعني انا اللي ما عنديش شخصيه؟ يعني انا السبب؟ انا اللي بعمل كل ده في نفسي؟ اهدى ما تضايقش نفسك، انت ولا قليل ولا شخصيتك ضعيفه ولا بتحب الوجع. ان لو شخصيتك ضعيفه وكنت بتحب الوجع ما كنتش زمانك يعني بتتفرج على الفيديو ده وتدور ازاي تتحرر وتتعافى من العلاقات السامه والتعلق. انت بس وقعت في فخ جهازك العصبي فهمه على ان هو ده الحب وان هو ده الامان. لما دلوقتي هتفهم الفخ ده هتلاقي اول مره هتبطل تلوم نفسك، ودي اول واهم خطوه في طريق التعافي والتحرر من العلاقات السامة والتعلق. طيب
احنا دلوقتي فهمنا ليه قلبك بيتعلق دايما بالشخص اللي يأذيه، وخلينا نسميه بالشخص التوكسيك، وفهمنا ليه ساعات بنفضل متمسكين بعلاقه بتوجعنا. بس كل ده طبعا ملهوش اي قيمه لو انت خرجت من الفيديو ولسه برضو ما عرفتش تعمل ايه. علشان كده يا سيدي من هنا هنبتدي اهم وقت في جلستنا كلها. انا هديك 5 ادوات نفسيه عمليه زي ما قلت لك، مخرجهم لك من اهم الكتب والابحاث في علم النفس اللي بتتكلم عن التعلق والعلاقات السامه والعلاقات المؤذيه. كل اداه منهم هتقربك خطوه من انك انت تتعافى وتتحرر من اي علاقه سامه انت موجود فيها. بس عندي طلب صغير، ما تحاولش تطبق ال5 ادوات النفسيه اللي انا اقولهم لك دلوقتي مره واحده، خدها واحده واحده، لان صدقني التعافي مش سباق، لا التعافي رحله. خلينا قبل ما اقول لك اول تمرين تعمله عاوز اقول لك قاعده، لانك انت لو فهمتها هتوفر على نفسك وجع كبير. اوعى تاخد قرار وانت متوتر، اوعى تبعت رساله وانت متعصب، اوعى ترد وانت حاسس ان قلبك ممكن يطلع من مكانه وانك انت لازم ترد دلوقتي حالا. ليه بقى؟ لان في اللحظه دي جهازك العصبي بيكون مقتنع انك انت في خطر، وساعتها طبعا كل قرار انت بتاخده بيكون مبني على خوف، بيكون مبني على العاطفه مش على العقل. يمكن تبعت 10 رسائل ورا بعض، يمكن تتصل 5 مرات، يمكن تختفي وتيجي بعد ساعتين تقول هو انا ايه اللي انا عملته ده. علشان كده ده اول اداه نفسيه اوصيك انك انت تعملها، وخاصه في نفس الحالات اللي انا قلت لك عليها من شويه. اول تمرين انك انت تهدي جسمك، والتمرين ده اسهل مما انت تتخيل. انت اصلا تقدر تعمله في 30 ثانيه بالظبط. كل اللي انت هتعمله هو انك انت هتاخد نفسين ورا بعض من بطنك. شوف انا عاملها ازاي، وركز جدا عشان تعمل زيي. بص، لاحظت انا عملت ايه؟ انا خليت الزفير اللي هو النفس يطلع لاخره. طب ليه؟ لان ده تكتيك موجود في علم الاعصاب. كل ما كان مده الزفير، كل ما كان مده النفس اللي بيطلع منك اطول، كل ما ده هيخلي جهازك العصبي يهدى خالص. اعمل التكنيك ده بقى 5 مرات. هو يعني ال5 انفاس دول هم اللي هيغيروا حاجه يعني؟ ايوه يا سيدي اسمع مني، لانك انت لو لاحظت في اللحظه دي انت مش بتحاول تحل المشكله، لا انت بتحاول تهدي جهازك العصبي، تبعت له رساله تقول له اطمن احنا مش في خطر ولا اي حاجه. لما جسمك هيهدى هتلاقي انك انت ابتديت تفكر بشكل اهدى، ابتديت تاخد قرار صح، وده اللي هيخليك انك انت تفكر بعقلك الاول، يعني مش قلبك اللي هيسوقك زي كل مره. ساعتها هتعرف تفرق ما بين اللي خوفك بيقوله وما بين الحقيقه. ساعتها هتلاقي ان في رسائل كنت انت هتبعتها وبعدين هتندم عليها. ساعتها هتلاقي ان في قرارات انت كنت هتاخدها بس لا عقلت كده وغيرت رايك. ناس كتيره لما تسمع التمرين ده بتتريق او بتقول يعني هم دول هيحلوا حاجه. صدقني التنفس البطيء ده الابحاث في علم الاعصاب اعتمدت واكدت مليون مره التنفس بالبطيء بيهدي دماغك، بيهدي جهازك العصبي، فبالتالي بيهدي جسمك، وده هيخليك تاخد قرار سليم مليون في المية. فتعالى نتفق من النهارده يا سيدي، اي رساله او اي قرار او اي مواجهه وانت متوتر او متعصب او متلخبط ومش عارف تعمل ايه، استنى 5 انفاس الاول بعدين قرر. بص بقى يا سيدي، الاداه دي يمكن تكون اكتر اداه هتغير طريقه تعاملك في علاقات، والاداه دي مخصصه للشخص اللي دايما عنده خوف جواه ان هو هيتساب. لاول لما يحس ان الشخص اللي بيحبه ابتدى يبعد، يبتدي على طول يقلق جدا ويبتدي يعمل اي حاجه عشان ما يخسرهوش، يحس ان هو لازم يعمل اي حاجه عشان الشخص ده ما يبعدش عنه. كتير من الحاجات اللي انت بتعملها عشان تقرب الشخص منك هي بتكون نفسها اكتر الحاجات اللي بتخلي الشخص يبعد عنك. خليني اوضح لك اكتر. لما تحس ان هو اتغير، فلما يجي يبعت لك رساله يمكن تقرر انك انت ما تردش عليه وتقول خلاص بقى خليه هو المره دي اللي يستنى، خليه يحس بقيمتي. انت من جواك كل اللي نفسك فيه ان هو يحس انك فارق معاه، تفضل تفكره بكل غلطه عملها معاك، مش علشان تقلب الترابيزه عليه او عشان تكسب الخناقه، لكن علشان يحس بوجعك، او تعمل انت بقى الخناقه مش علشان انت بتحب المشاكل، لكن علشان بالنسبه لك اي اهتمام حتى لو جاي من ورا خناقه بالنسبه لك احسن بكتير من التجاهل. كل التصرفات دي علم النفس بيسميها سلوك الاحتجاج. يعني بدل ما تروح تقول للشخص انا محتاجك، لا تعمل اي تصرفات غريبه على امل ان هو يعني يفهم لوحده. ومن هنا عاوزك تعمل اتفاق جديد مع نفسك. اول لما تلاقي نفسك انك انت هتعمل اي تصرف من التصرفات دي، وقف. انا عارف ان هو بالنسبه لك صعب دلوقتي، عارف انك انت هتحس انك لازم تعمل كده، لكن افتكر الاداه الاولى، استنى 5 انفاس، هدي جسمك وخد قرار. بعدين اسال نفسك سؤال واحد، انا دلوقتي بحاول اوصل لايه؟ وكانت الاجابه انا بس عاوزه يحس بيا، انا عاوزه ان هو يهتم بيا. استنى شويه وما تخليش خوفك هو اللي يتكلم مكانك، لان بعد الاداه اللي جايه دي هقول لك طريقه هتخلي فرص ان الشخص الثاني يفهمك اكتر ويفهم احتياجاتك. صدقني يا سيدي الطلب الواضح
اقوى بكتير واحسن بكتير من 1000 تصرف مش مفهوم، احسن بكتير من 1000 تصرف مستنى حد يفهم معناه. الفكره في دراسات نفسيه اتعملت لقوا ان اكتر العلاقات بتبوظ بسبب التصرفات دي، بسبب ان في واحد في العلاقه دايما بيحاول يعمل اي تصرفات علشان الشخص الثاني يفهم هو محتاج ايه. وطبعا يعني الحاجات دي اكتر حاجه بتبوظ العلاقه. فدايما خليك في علاقاتك شخص واضح، قول احتياجاتك بوضوح، ما تقعدش تعمل تصرفات غريبه عشان الشخص الثاني يفهمها بقى وهي طايره. طبعا انت قاعد لي طول الوقت ده ومفكر ان المشكله ممكن تكون في الشخص الثاني، لكن لو انت من الناس اللي لما تلاقي حد ابتدى ان هو يقرب منها والعلاقه ابتدت ان هي تكون جد، فتلاقي كده نفسك مش مرتاح فتبعد، يبقى الاداه دي مكتوبه ليك انت. هنا غالبا انت طول الوقت فاكر ان المشكله في الناس اللي حواليك. لكن اسمح لي اقول لك على حاجه، انت مش بتبعد عشان انت بطلت تحب، انت بتبعد يمكن علشان انت القرب بيخوفك. علشان نتاكد من ده خليني اسالك كام سؤال وجاوبني بيني وبين نفسك. اول لما بتدخل علاقه وتحس ان الدنيا ماشيه كويس وتلاقي الشخص ده ابتدى ان هو يقرب منك، هل فجاه بتلاقي دماغك ابتدت ان هي تدور على اي عيب موجود فيه؟ اي حاجه كانت عاديه جدا في الاول لكن دلوقتي ابتديت انك انت تكون متضايق منها جدا، طريقه كلامه، طريقه لبسه، افيه بيقوله، في اي حاجه بقى فجاه كل الحاجات الحلوه تختفي ما بينكم وتقول لا احنا حاسس ان احنا مش شبه بعض، مع ان الحاجات دي ما كانتش فارقه معاك خالص في اول العلاقه. او تفضل تقارن الشخص اللي موجود معاك بالشخص قديم، ده الاكس بتاعي كان فهمنا اكتر من كده، مع انك لو رجعت بالذاكره لورا كده شويه هتلاقي ان العلاقه القديمه ما كانتش يعني مثاليه قوي زي ما دماغك بتصور لك دلوقتي. فلو لقيت نفسك بتعمل الحاجات دي فانا عاوز اقول لك حاجه مهمه دلوقتي، ما تحاولش انك تغيرها. ايوه زي ما سمعت مني، انا مش هقول لك بقى بطل انك انت تعمل كده، لا انا هقول لك اول خطوه لازم تعملها هو انك انت تلاحظ، انك انت تمسك نفسك في اللحظه اللي انت هتبتدي انك انت تعمل فيها التصرفات دي وتقول دي نفس الطريقه اللي انا بهرب بيها كل مره، بس من غير ما تحكم على نفسك وتقول انا اللي توكسيك انا المتجنن. اقول لك ليه دي اول خطوه لازم تعملها، لانك انت مجرد بس لما تكون واعي بالتصرفات اللي انت بتعملها فده يعتبر اول خطوه في التعافي، اول خطوه حقيقيه في انك انت تغير نمطك. وفي موقف وارد جدا ان هو يحصل معاك كتير، هو انك انت هتحس انك انت عايز تختفي، عايز تبعد، عايز تاخد مسافه زي ما كنت بتعمل قبل كده، وما تقنعش نفسك ان الاختفاء هيحل مشكله. لكن النهارده عايزك تعمل حاجه مختلفه تماما، جرب تعمل حاجه عمرك ما عملتها قبل كده، جرب بدل ما تختفي قول للطرف الثاني، قول له كده انا محتاج اقعد مع نفسي شويه، مش عشان انا زعلان منك ولا عشان انا عايز امشي، لكن انا بس محتاج اخد مساحتي وهرجع اكلمك. شايف الفرق؟ انت اخدت مساحتك اللي انت كنت محتاجها لكن ما خليتش الطرف الثاني الشخص اللي قدامك يقعد يتعذب ويقعد يفسر سكوتك على ان هو رفض. وصدقني يا سيدي في فرق كبير جدا من انك انت تقرر مره واحده فجاه كده تختفي من غير ما حتى تعرف الشخص اللي قدامك، ما بين انك انت تقول انا محتاج مساحتي وهرجع. احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نمسك نفسنا قبل ما نتصرف، واتعلمنا ازاي نلاحظ السلوك اللي بيخلي الناس تبعد عننا من غير ما نقصد. بس لسه برضو في سؤال مهم جدا، اقول ايه لو انا زعلان؟ اتكلم ازاي؟ ولو في حاجة انا محتاجها اطلبها ازاي؟ وهي دي يا سيدي اهم اداة في الجلسة دي كلها، لان هي هتعرفك ازاي تقول اللي محتاجه بدل ما تستنى كل شوية اللي قدامك يخمن انت محتاج ايه من غير ما تهرب. بس اتكلم بطريقة تخلي اللي قدامك يفهم انت محتاج ايه، مش يقعد يدافع عن نفسه، لا اتكلم عن احتياجك مش عيوبه. تعال اقول لك يا سيدي على 5 حاجات لو عملتهم مش هتخلي العلاقه تنجح، لكن هتعرفك مين يستحق فعلا انك انت تكمل معاه ومين لا. اول حاجه خلي اللي في قلبك على لسانك، يعني قول اللي حاسس بيه، بلاش تستنى الشخص اللي قدامك يفهم انت المفروض انت زعلان ولا لا من نبره صوتك ولا من سكوتك ومن انك انت اتغيرت، او المفروض بقى ان هو بقى يخمن، لان مهما كان الشخص ده بيحبك او قريب منك هو مش هيعرف يقرا اللي جواه. تاني حاجه اتكلم عن احتياجك انت مش عن عيوبه، يعني بدل ما تقول له كل مره انت عمرك ما بتسال عليا، لا قول له انا على فكره لما ما بسمعش صوتك بحس انك انت بعيد عني، بحس انك انت هتختفي. شايف الفرق؟ اول جمله هتخليه ان هو يدافع عن نفسه، لكن لما قلت تاني جمله ايه اللي حصل؟ هتخليه ان هو يفهم انت محتاج ايه. تالت حاجه خليك واضح، صدقني 90% من العلاقات بتبوظ بسبب عدم الوضوح. يعني ما تقولش انت بتضايقني، لا
قول انت مثلا لما عملت الموقف ده معايا انا اتضايقت. كل ما تحدد كل ما كان الشخص اللي قدامك هيفهمك اكتر. رابع حاجه بلاش لوم، يعني بلاش يكون كل هدفك انك انت تثبت اللي قدامك ان هو الغلطان. افتكر دي مني كويس قوي يا سيدي، ان العلاقه اللي بتكون فيها مين كسبان ومين خسران العلاقه دي بتخسر كلها وما بتكملش. انت داخل توصل احساسك وتحافظ على العلاقه في نفس الوقت. خامس حاجه اتكلم بثقه مش باعتذار، ودي يا سيدي من اكتر الحاجات اللي بشوفها كتير قوي في العلاقات. تلاقي شخص هو عاوز يقول احتياجه بس قبل ما يقوله يعتذر. تلاقي يقول لك ايه، معلش يمكن انا طلباتي كتير، معلش يمكن انا حساس بالزياده، معلش يمكن انا مزعج. استنى، مين قالك ان احتياجك لازم تعتذر عنه؟ لا، قول ببساطه انا محتاج كذا. لو محتاج ان الشخص يسال عليك بدل ما كل مره انت اللي بتسال عليه قول له. لو محتاج ان هو يحترم حدودك قول له. لو بيضايقك ان هو بيختفي كتير بالساعات قولها له، ما تستناش ان هو يفهمها لوحده. الاحتياج في حد ذاته مش عيب، اللي بيفرق الطريقه اللي انت بتطلب بيها احتياجك. يعني في فرق كبير جدا ما بين واحد يقول بوضوح جدا طمني لو هتتاخر، وما بين واحد تاني يتصل 10 مرات ويعمل خناقه كبيره عشان يوصل نفس الرساله. احتياجاتك مش ضعف ومش انانيه، انت من حقك ان يكون لك احتياجات في اي علاقه صحيه. لكن برضه خد بالك في نفس الوقت من حق الطرف الثاني ان هو يقدر يقول لك انا اقدر اديك ده او للاسف ده فوق مقدرتي، وساعتها انت بس اللي هتقرر هل العلاقه دي مناسبه ليك ولا لا. قرارك ساعتها هيكون واضح بكتير. بس برضه لازم تفهم ان العلاقه الصحيه مش لازم الطرف الثاني يوافق لك على كل حاجه. باختصار جدا بعد دراسه جدا كتير قوي في العلاقات، العلاقه الصحيه ببساطه جدا هو انك انت تقدر تقول احتياجك من غير خوف والشخص الثاني يقدر يسمعه باحترام. وخليني اقول لك بقى يا سيدي على اكتر جزء انا بحبه جدا في الاداه دي، ويمكن ده اللي هيجاوبك على السؤال اللي احنا بدأنا بيه الفيديو، انا اسيب ولا اكمل؟ لما تتكلم مع الطرف الثاني في العلاقه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها من شويه، تقول احتياجاتك بهدوء وبوضوح، اهو هنا بقى هيبان لك الجواب اللي كنت مستنيه من اول جلستنا. رد فعل الشخص اللي قدامك هيكون عامل ازاي؟ يعني رد فعل الشخص اللي قدامك هو اللي هيجاوبك. لو سمعك وحاول يفهمك وحاول يقرب منك حتى لو هو ما عرفش ان هو يغير كل حاجه مره واحده، كده اقدر اقول لك بكل ثقه ان العلاقه دي فيها امل ان هي تكون كويسه وتتحسن. لكن بقى لو قلل من احتياجاتك وتجاهلها تماما او حسسك انك بتبالغ وقال لك انت بكبر الموضوع كده ليه، انت حساس قوي، فهو كده جاوبك على سؤالك يمكن من غير ما ياخد باله، لكن جاوبك على سؤالك باجابه صريحه. وده على فكره من اكتر الحاجات اللي انا بقول عليها وبشوفها ان هي اللي بتخلي العلاقه تكون صحيه ولا لا. اجمل ما في العلاقات هي التواصل الصادق. التواصل الصادق في العلاقات عمره ما بيخسرك، هو يا اما هيقربكم من بعض يا اما هيكشف لك الحقيقه بدري قبل ما تتعلق بالعلاقه المؤذيه اكتر وقبل ما تخسر نفسك اكتر. وصدقني يا سيدي الطلب الواضح اقوى بكتير قوي من 1000 تصرف مستنى حد يفهم معناه. طيب بعد كل اللي احنا قلناه يا سيدي، انا متاكد ان لسه جواك حاجه شبه هو انا ليه برجع لنفس الشخص كل مره اللي بيوجعني؟ ليه مش بتعلم من غلطاتي؟ اهو انا امتى هفوق بقى؟ اهو الصوت ده عمره ما ساعد حد ان هو يتغير، لانه كل ما يغلط بيخليه ان هو ما يحاولش يفهم نفسه، لكن بيخليه ان هو يجلدها وفي الاخر يرجع يعمل برضه نفس الحاجه. طب ما تيجي نجرب النهارده في جلستنا نعمل حاجه مختلفه. يعني بدل ما تقولي نفسك وتفضل تجلد في نفسك هو انا امتى هفوق بقى، هو انا ليه مش بتعلم من غلطاتي، هو انا مالي، لا تعال نقول اسال نفسك هو ايه اللي بيخليني ان انا ارجع لنفس الاختيار. اسال نفسك هو انا ايه اللي بيخليني ان انا ارجع لنفس العلاقه. شايف الفرق؟ انت اول مره بتحكم على نفسك بالجلد، لكن تاني مره انت بتحاول تفهم نفسك وتصدق او لا تصدق يا سيدي انك انت عمرك ما هتعرف تغير اي حاجه من غير ما تفهمها الاول. وعلشان كده اهم حاجه هتخليك انك انت تتحرر من انماط التعلق المرضي وانك انت تتعافى من العلاقات السامه والعلاقات المؤذيه هو انك انت تفهم نفسك. وده اللي هيخليني اسالك سؤال يحير شويه. تفتكر ايه اللي يخلي شخص عارف ان العلاقه دي بتاذيه والعلاقه دي بتوجعه لكن برضه يفضل متمسك بيها ويتعلق بيها اكتر، او ان هو يرجع لها تاني برجليه؟ هل ان هو بيحب الوجع؟ هل ان هو ضعيف؟ برضه لا. هقول لك ليه. هو في وقت من الاوقات وهو طفل صغير مخه اتعلم ان دي افضل طريقه
يفضل يحمي بيها نفسه. لكن برضه كونها ان هي كانت بتحميه وهو طفل صغير، ده مش معناه ان هي هتفضل دلوقتي تحميه وتنفعه وهو كبير دلوقتي. علشان كده بقولها لك بكل وضوح يا سيدي، طول ما انت هتبص لنفسك برحمه ومش بقسوه ومن غير ما تجلد نفسك، طول ما انت هتعرف انك انت تتعافى وانك انت تغير من نفسك. في الحقيقه دي واحده من اكتر الاساليب اللي الابحاث واللي كتير جدا من علماء النفس قالوا لك ان دي اكتر طريقه تخلي اي انسان لو وقع 100 مره يفضل يكمل. انك انت لما تتعامل مع نفسك برحمه وانك انت تحاول تفهم نفسك بدل ما تجلد نفسك، ده هيساعدك انك انت لو وقعت ما تقعدش تكره في نفسك، ما تقعدش تبص لنفسك باحتقار، لا هتساعدك انك انت تفهم نفسك اكتر فتتعلم من غلطاتك. فانا عاوزك من النهارده يا سيدي كل مره لما تلاقي نفسك انك انت رجعت لنفس الاختيار، رجعت لنفس الدايره، ما تقعدش تندم في نفسك وتلوم في نفسك وتقول بقى انا كده عمري ما هتغير. لا، قول واضح ان لسه في حاجه انا لسه محتاجه ان انا افهمها عن نفسي. صدقني يا سيدي، يمكن اللي بيفرق ما بين شخص بيتعافى وما بين شخص بيفضل مكانه مش علشان في واحد اقوى من التاني، لا، لكن علشان في واحد فضل ان هو يحكم في نفسه وفي واحد تاني قرر ان هو يفهم نفسه. يمكن دلوقتي وانت بتسمعني في سؤال وقف بينك وبين كل اللي احنا قلناه في جلستنا، طب وبعدين هو انا هقدر اتغير ولا هفضل طول عمري كده كل علاقة أكرر نفس الوجع؟ الإجابة لا. ودي من أكتر الحاجات اللي على فكرة اللي أنا بحبها قوي في علم النفس. هو دايما بيفهمنا وبيقول لنا إن الإنسان هو مش محكوم عليه بماضيه بس، لا، ولو كنت فاكر اللي احنا اتعلمناه زمان واللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه زمان واحنا أطفال صغيرين مش نقدر نغيره، فأنا عندي لك خبر حلو. في علم النفس في حاجة اسمها التعلق الآمن المكتسب. يعني ممكن عادي جدا واحد عاش طفولة صعبة فلما يكبر يخاف اللي بيحب يسيبه او يتعلق باي حد، او حد تاني مثلا لما حد يبتدي ان هو يقرب منه او العلاقه لما تكون جاده فهو يخاف ويبعد. مع الوقت يتغير، مع الوقت ان هو يفهم الحب، يفهم الامان، يفهم ازاي يتعامل في العلاقات، يفهم بعد كده ويتعلم بعد كده ان هو لو اي حد بعد عنه شويه ما يخافش وما يقلقش لدرجه ان هو دايما يخاف ان هو هيتساب من غير ما يبعد. كل ما حد يحاول ان هو يقرب منه يبقى اول لما يزعل يتكلم مش يهرب ولا يتمسك زياده. بس ده طبعا مش محتاج ان هو يحصل لوحده، لا، هو بيكون محتاج ان هو يتعلم الامان من اول جديد. وهنا يجي اخر واهم تمرين هطلبه انك انت تعمله النهارده في جلستنا. دور دلوقتي على حد في حياتك كل ما تشوفه تحس ان هو هادي في علاقته. مش لازم يبقى شريك، ممكن يكون اخ، ممكن يكون قريب، ممكن يكون صاحبك، اي حد لما تزعلوا من بعض ما بيعملش معاك خناق، لما يحتاج حاجه بيعرف يقولها، ولما يحصل خلاف ما يعاقبش وما يختفيش. مره اول لما تحس انك انت هتعمل تصرف من التصرفات القديمه اللي انت كنت بتعملها في علاقاتك، وقف لحظه واسال نفسك الشخص اللي انت دورت عليه ده واخترته ده لو هو كان مكاني كان هيتصرف ازاي؟ ولما تلاقي اجابه اعمل زيه، اتصرف زيه. لو ما لقيتش اجابه حاول انك انت تستشير وانك انت تاخد راي الشخص ده. ولما تلاقي نفسك انك انت بتعمل زيه وحسيت انك انت بتمثل، ما تقلقش جدا، مع الوقت ده هيكون تصرفاتك الطبيعيه. كل مره هتتصرف بيها بطريقه مختلفه عن اللي كنت بتتصرف بيها زمان، كده بتثبت لجهازك العصبي ان هو مش محتاج ان هو يخاف زي زمان. وبرده من الحاجات المهمه اللي انا لازم بجد اوضحها لك، مش معنى ان انا اقول لك تحاول انك انت تدور على بيئه امنه يبقى انت كده تقطع علاقتك باهلك، تقطع علاقتك باصحابك، وانك انت بقى كده تعيش لوحدك. احنا في ثقافتنا العيله والصحاب والقرب حاجه جميله جدا، لكن اللي على فكره المشكله مش خالص في القرب، المشكله في القرب اللي بيخليك انك انت تنسى نفسك. المشكله مش انك انت تبقى قريب، المشكله انك انت كل مره تيجي على نفسك عشان ترضي اللي قدامك. كمان برضو المشكله مش اننا نحب بعض، لا، المشكله ان لما يكون حبك لغيرك يبقى يكون على حساب نفسك. المشكله انك انت لما تكون خايف تزعل الناس اكتر من خوفك انك انت تزعل نفسك. في فرق كبير جدا ما بين شخص يقرب منك ويحترم حدودك ويديك مساحتك انك انت تكون نفسك، بين شخص تاني عايزك طول الوقت تكون على مزاجه هو. دايما حاول تختار في علاقاتك وتدور على الناس اللي وجودهم معاك يحسسك بالامان مش بالخوف، يحسسك انك انت تقدر تبقى نفسك، مش انك انت لازم تمثل عشان تتحب. لاني صدقني مع الوقت لما تعمل كده جهازك العصبي اخيرا هيفهم وهيقتنع ان القرب والامان والحب مش لازم يبقى وجع. مع الوقت طريقتك الجديده هتكون هي دي تصرفاتك الطبيعيه في علاقاتك مع الناس.
طيب يا سيدي، فضل سؤال اخير في جلستنا لازم اجاوبك عليه. يمكن بعد كل اللي انا قلته لك النهارده في جلستنا خلاص اخدت القرار ان العلاقه دي بتوجعك، وجه الوقت انك انت لازم تسيب وانك انت تمشي. بس قبل ما تمشي في حاجه انت لازم تعرفها، لانها لو حصلت ممكن تخليك ترجع لنفس العلاقه بعد ما كنت اخدت اصعب قرار في حياتك، وهي انك انت اول لما هتبعد غالبا، وانا متاكد جدا وده هيحصل لك، انك انت هيجي عليك لحظات كتيره قوي هتحس فيها انك انت عايز ترجع. العلاقه هتوحشك وهتفتكر فيها كل اللحظات الحلوه اللي انت حصلت لك فيها، وتبتدي تقول لنفسك يمكن انا كنت مستعجل، يمكن انا ظلمته، طب ما اديله فرصه كمان. استنى، انا عايزك في اللحظه اللي هيجي لك فيها الاحساس دي تفتكر حاجه واحده بس. الاحساس ده طبيعي جدا، ومش معناه انك انت اخدت قرار غلط او ان العلاقه دي كانت صحيه بس انت اللي كنت فاهم غلط. انك انت اول لما الشخص ده هيخرج من حياتك جسمك هيفتقد اللي انت كنت متعود عليه، هيفضل يقنع فيك ان الرجوع هو الحل، مش لان العلاقه كانت صحيه، لا، لكن لان الاحساس بالمألوف دايما بيحسسنا بالامان حتى لو كان بيوجعنا. هفهمك اكتر عن الاحساس اللي انت اتربيت عليه واتعودت عليه وانت طفل صغير، والاحساس ده مؤذي ليك دلوقتي. ما بتبتدي تكبر عقلك دايما بيدور في علاقاتك على الاحساس ده، حتى لو كان الاحساس ده هو مصدر وجعك، حتى لو كان الاحساس ده هو اللي بيخليك انك انت دايما تختار في علاقاتك ان هي الشخص التوكسيك. طب ليه بتعمل كده؟ لان زي ما قلت لك الحاجه المألوفه، الحاجه اللي انت اتربيت عليه واتعودت عليه وانت صغير، ده بالنسبه لعقلك هو ده الامان ليك، لان ده انت اتعودت عليه خلاص، ان طبيعه مخك هو متصمم كده، متصمم ان الحاجه اللي اتعود عليها احسن ليه وده امان ليه حتى لو كان بتوجعه. فعشان كده انا بقول لك ان الاحساس اللي هيجي لك بعد ما تسيب العلاقه وبعد ما خلاص تقرر انك انت هتمشي، الاحساس ده طبيعي جدا، وده مش معناه انك انت اخدت قرار غلط، لا، ده بالعكس انت كده اخدت اهم قرار كنت لازم تاخده بقالك فتره. عشان كده يا صاحبي بنصحك انك انت لما تقرر انك انت خلاص هتسيب وتمشي ما تبقاش لوحدك، اختار شخص بتثق فيه، صاحب، اخ، قريب، اي حد، بس بشرط يكون عارف الحقيقه كلها، عارف قد ايه انت استحملت، عارف انت ليه اصلا اخدت القرار ده. ولما تيجي عليك لحظات ضعف وهترجع لنفس العلاقه، كلم الشخص اللي انت اخترته ده، كلمه وخد رايه واحكي له وخليه يفكرك انت ليه اخدت القرار ده من الاساس. لان في لحظات الوجع دايما العقل بينسى، لكن وجود شخص يفكرك بالحقيقه ده هيفرق معاك جدا ما بين انك انت تكمل وتمشي في الطريق الصح، وما بين انك انت ترجع لنفس الاختيار، نفس الوجع. وما تنساش يا سيدي ان وجع الفراق ده مش دليل خالص انك انت فقدت الشخص الصح، ده ليه معنى وحيد بس، معناه انك انت اخيرا ابتديت تتحرر من علاقه كانت سامه، كانت مؤذيه ليك. خليني انهي معاك جلستنا النهارده بحاجه واحده بس. لو في حاجه واحده بس اتمنى تكون انك انت خرجت بيها من جلستنا النهارده، وهي ان النمط اللي خلاك انك انت تتعلق كتير قوي في علاقات كانت مؤذيه ليك، ده مش معناه انك انت كنت ضعيف، ولا معناه ان فيك حاجه بايظه، هو بس دي كانت افضل طريقه اتعلمها طفلك اللي جواك علشان يحافظ على نفسه، علشان يحمي نفسه في وقت ما كانش عارف يعمل الاحسن من كده، في وقت ما كانش في حد جنبه يفهمه. لكن الطفل ده خلاص كبر دلوقتي اهو، بسم الله ما شاء الله زي القمر اهو، وانت النهارده خلاص بقيت تقدر تختار، بقى عندك الوعي الكافي انك انت تخليك تختار بطريقه مختلفه عن زمان، وتحب بطريقه مختلفه، وتحط حدود بطريقه مختلفه. وصدقني مع كل اختيار جديد انت مش بس بتغير علاقه، انت بتغير حياتك. ويا سيدي اوعى تفتكر انك انت لو لخبطت او غلطت ورجعت لنفس الاختيار ورجعت لنفس نوع العلاقات يبقى انت كده رجعت لنقطه الصفر. لان ببساطه خليني اقول لك ان التعافي مش خط مستقيم، يوم هتحس انك قوي ويوم هتحس ان العلاقه وحشتك قوي، وده طبيعي جدا. المهم يا سيدي انك انت كل مره لما تقاوم فيها تكون فاهم نفسك اكتر من المره اللي قبلها. واخر حاجه عايز افهمها لك، انت مش لوحدك، في ناس كتيرة جدا شبهك بتعيش نفس الصراع في سكوت، وناس كتيرة خرجت منه وتعافت من العلاقات السامة وتحررت من التعلق. وانا واثق فيك انك انت تقدر كمان، مش علشان انت اقوى منهم، لكن علشان انت النهاردة في جلستنا بقيت فاهم اكتر ايه اللي كان بيحصل جواك. ولما الانسان لما يفهم نفسه بيبقى اول مرة قادر يختار حياته، بدل ما كان كل مرة خوف هو اللي بيختارها له. واخيرا لو حاسس ان جلستنا النهاردة ارتحت فيها وفهمت نفسك اكتر وجاوبت لك على اسئله تبقى لك سنين عمال تسالها نفسك وعايش في صراع فيها، فحاول
انك انت تكون سبب ان حد تاني يسمع الجلسه دي، لان ممكن يكون محتاج الجلسه دي اكتر منك. واخر حاجه عايزك تفتكرها دايما، الثيرابي موجود هنا علشانك. سلام يا سيدي.